السلام عليكم خاوتي. اليوم رايحين نهضروا على الموضوع اللي راه داير ضجة كبيرة في كامل مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع راه قلب الدنيا وتبدلت فيه الآراء والتعليقات بين اللي فرح وبين اللي مصدوم. الموضوع تاع هشام الوهراني واللي بعد اعتقاله خرجت صديقته بخبر هز الجزائر كامل وقالت كلام خلى الناس تحبس وتقول معقول هذا كامل كان صاري وما نعرفوش. القصة بدات كما تعرفوا في ولاية شلف. الناس تاع شلف معروفين بالشجاعة وبالنية وبالرجولة، ربي يحفظهم لأنهم داروا كمين محكم لهشام الوهراني الملقب بالبوندي، واللي كان واحد من أخطر الأشخاص اللي دارت عليهم البلاد كامل الحديث، واللي بزاف ناس كانوا يقولوا عليه زعيم مافيا واللي عنده علاقات مشبوهة بزاف. حسب المصادر سكان شلف هما اللي كشفوه وهو يحاول يهرب من المدينة، بالضبط قرب السكة الحديدية وين كان راه يجهز باش يبدل بلاصتو. الناس شافوه وبلغوا عليه، داروا له كمين بذكاء كبير وفعلا قدروا يوقفوه ويسلموه للشرطة. في النهار هذاك مواقع التواصل الاجتماعي تقلبت، كل واحد يهدر كل واحد يفرح لأنهم شافوا العدالة تمشي بخطوة قوية، خصوصا بعد كل فضائح اللي كانت تخرج على هذا الشخص. لكن المفاجأة الكبيرة ما كانت في اعتقاله فقط، كانت في الفيديو اللي خرج من بعد تاع بنت شابة جزائرية قالت أنها كانت خطيبته. الفيديو تاعها دار ترند في ساعات قليلة، كلامها خلى الناس تتحير وتغضب وتتعاطف في نفس الوقت. قالت الحمد لله حكموك يا البوندي، أعطيتك شقة عمري اللي لميتهم بالدورو وحرمت روحي من الذهب واللبسة، وكنت حسباتك راجل وطلعت خداع، دراهمي لازم يرجعوا لي بالقانون وإن شاء الله يحكموا عليك بالمؤبد. الفتاة هذه قالت بلي كانت تحب هشام وتثق فيه ثقة عمياء، سلمته مبلغ كبير حوالي 200 مليون سنتيم جزائري، مدتهم له على أساس أنهم راح يتزوجوا ويشري لوازم العرس. لكن المفاجأة أنه أدى دراهم وشرى بهم دراجة نارية باهظة الثمن، ومن بعد ما بان عليه لا خبر لا أثر لا رد لا نية حسنة. قالت باللي كانت تصبر وتقول ربما ظروف ربما تعب، لكن مع الوقت فهمت أنه راجل ما يستاهلش الثقة ولا حتى دمعة. من جهة أخرى بزاف جزائريين داروا تعليقات ساخرة وقالوا ربي ما يضيعش حق المظلوم، والبعض قال شوف كما تدير الدور عليك كي تكون نيتك ماشي مليحة ربي يفضحك قدام الناس كامل. والبعض الآخر اعتبرها قصة عبرة لكل البنات اللي يبتقوا بزاف في الوعود الفارغة. بعض الشهادات اللي خرجت من الناس يعرفوه قالوا بلي هشام الوهراني كان داير شبكات علاقات مشبوهة وعنده ناس يخدموا معاه، وكان يبان عليهم دائما في شكل راقي ولباس فاخر، ويستعمل مواقع التواصل باش يلم الناس ويكسب الثقة تاعهم، حتى ولا عنده سمعة مزيفة على أساس أنه شاب ناجح، لكن في الحقيقة كان يستغل الناس ويخدع البنات. خصوصا اللي زاد صدمة الناس هو طريقة كلام البنت في الفيديو، كانت تحكي بدموعها بصدق كبير، خصوصا كي قالت باللي حرمت نفسها من الذهب باش تعاون راجل حياتها. الكلمة هذه وجعت بزاف ناس لأنهم شافوا فيها واقع بزاف بنات اللي يطيحوا في نفس الفخ ويعطيوا من قلبهم ومن جيبهم وفي الآخر يلقاو الخداع والغدر. في نفس الوقت بعض الناس قالوا باللي لازم نسمعوا طرفين وما نحكموش غير مع فيديو واحد، لكن أغلبية كانت فرحانة باللي العدالة خذت مجراها، لأن هشام كان مطلوب في قضايا كثيرة وما كانت هذه أول شكوى عليه. الموضوع ما وقفش هنا، لأنه بعد ما انتشر الفيديو بزاف بنات خرجوا في تعليقات وقالوا باللي حتى هما عاشوا مواقف مشابهة معاه، ووحدة قالت باللي وعدها بالزواج ووحدة قالت باللي كان يستغل صور البنات باش يبتزهم. يعني الأمور رايحة تتعمق أكثر والعدالة رايحة تكشف حقائق خطيرة في الأيام الجاية. الناس في الشارع الجزائري اليوم كامل تهدر على قضية هشام الوهراني، البعض يسميه نصاب محترف والبعض يشوفه ممثل بارع لأنه قدر يخدع حتى ناس كبار ويبين روحه شخص محترم. لكن كي جات ساعة الحقيقة الشلف قالت كلمتها وأثبتت بالبرهان أن الشعب الجزائري ما يسكتش على الظلم ولا على اللي ياكل عرق الناس.
الفيديوهات تاع الفرح في مواقع التواصل زادت بين ليلة ونهار، ناس يديروا لايفات وناس يغنوا بيقولوا تحيا الشلف، والهاشتاجات دايرين حالة الشلف الأبطال هشام الوهراني في القبضة. وكاين نقطة مهمة لازم نقولوها، مهما كان الواحد ذكي أو ماكر ما يدومش، لأن ربي سبحانه كي يكتب للحق يبان راه يبان ولو بعد وقت، واللي ظلم الناس ولا استغلهم راهو يوم عليه ويوم عليه، ما كاش اللي يفلت من العدالة لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخر خاوتي هذه القصة لازم تكون درس لكل شاب ولكل بنت، ما تيقوش بسهولة، ما تعطيوش مجهود حياتكم لإنسان مازال ما برهنش باللي يستاهلكم. الدنيا ما فيهاش أمان، وراكم تشوفوا هشام كان داير فيها زعيم، واليوم راهي صورته متداولة هو مكبل في يدي الشرطة. فرحة الناس في الشلف ما كانتش فقط لأنهم شدوه، بل لأنهم حسوا بلي العدالة بدأت ترجع تخدم كما لازم، وبلي الحق لازم يبان مهما طال. خاوتي قبل ما نختم، إذا كنتم من الناس اللي تفرح كي تشوف الظلم يطيح، وإذا كنتم تحبوا الناس الشلف الشجعان اللي ما خافوش ووقفوا مع الحق، ديروا لايك وشاركوا الفيديو باش يوصل لكل الجزائريين، لأن هذا الدرس لازم يشوفوه كامل الشباب والبنات باش يعرفوا أن النية الطيبة لازم تكون مع الناس اللي يستاهلوها، مش مع من يخدع باسم الحب ولا الشهرة. ربي يحمي بلادنا ويهدي شبابنا ويعطي كل واحد حقه. خليه بتعليق خاوتي، واش رايكم في قصة هشام الوهراني؟ هل تشوفوا أنه لازم يتعاقب بالسجن المؤبد كما قالت خطيبته، ولا تشوفوا أنه راه ضحية غرور وشهرة؟ اكتبوا لي آراءكم، خليونا نواصلوا في تحليل القضايا الساخنة كما هذه، لأن الحقيقة لازم تتقال مهما كانت مرة.